الشوط الاول بين الاهلي وايجل نوار بينتهي، لكن يا جدعان ده مش الاهلي، يعني ده مش شكل الاهلي. احنا نازلين بكامل نجومنا، وده مش فريق اصلا. يعني احنا الفريق ده نلعبه بالصف الثاني بالبدلاء كلهم ونكسبهم، والبدلاء دول لو ما كسبوش الفريق ده يطردوا بره النادي اصلا. انت فاهم قصدي؟ يعني البدلاء نفسهم، بدلاء الفريق كله، لو لعبنا بالبدلاء ما لعبناش بلاعب واحد اساسي والبدلاء ما كسبوش الفريق ده، دول يغوروا بره النادي، لان ده مش فريق اصلا يا جدعان. اقسم بالله ده ما فريق. احنا اتقدمنا 1-0، لكن الجون اون جول هم اللي جايبينه في نفسهم برضو مهما كان. حتى لو احنا ضغطنا وعملنا ووصلنا للجون فجه، بس مهما كان هم اللي جابوه في نفسهم برضو. هو اون جول، لكن ده مش شكل الاهلي يا جدعان. ده مش شكل الاهلي. المذيع بيقول لك شريف مش في مستواه النهارده. يا كابتن انت لو بتتابع كوره حضرتك، يعني شريف بقى من ميت من ساعه ما جه الاهلي. شريف ميت من ساعه ما جه الاهلي. لو انت حضرتك بتتابع كوره يعني، هو ايه اللي النهارده؟ لا شريف تعبان، وشريف مش موجود من ساعه ما جه الاهلي اصلا، هو حاضر غايب. انت فاهم؟ لكن ده يا جدعان مش شكل الاهلي، ده مش منظر الاهلي. انا اتمنى احمد عبد القادر ينزل في الشوط الثاني. احمد عبد القادر لو ما خدش فرصه في ماتش زي ده هياخد فرصه في انهي ماتش؟ انت نازل لي بن شرقي وبن رمضان ودريزيز وتريزيجيه وشريف والشناوي، طب انت وياسين مرعي وكل نجومك. طب انت دلوقتي يعني انت دلوقتي لو ما اديتش فرصه للاعيبه البدلاء هتديهم فرصه امتى في ماتش زي ده؟ هتديهم فرصه امتى؟ طب ما انت المفروض تنزل ديانج ياخد ثقه تاني ويلعب، وبدل ما هو متضايق اصلا ان هو مش ما بيلعبش اساسي، تنزل عبد القادر، تلعب طاهر برضو الكلام ده، وتلعب احمد رضا بقى، اللعيبه دي تشغلهم. لكن هو المدرب لسه بيجرب. كان برضو المفروض ينزل بلعيبه بدلاء، مش كل النجوم دي، لان الفريق ده مش فريق. واكيد المدرب درس الفريق ده واتفرج عليه قبل الماتش اكيد. فهو مش فريق اصلا. انا بالنسبه لي انا مش فريق. فاتمنى اللعيبه البدلاء كلهم، اليو ديانج واحمد رضا وديانج وعبد القادر وكل اللعيبه دي، ومحمد شكري ينزل تاني. لان محمد شكري بالمناسبه في فيديو القايمه بتاعه الاهلي امبارح او اول امبارح انا قلت لكم، ما نسيت اقول لكم ان شريف في القايمه، لكن شريف في القايمه تمام. شكري بقى وعبد القادر واحمد رضا وديانج وكل اللعيبه البدايل دي لازم ينزلوا ياخدوا فرصه في الشوط الثاني. اتمنى ان هم ياخدوا فرصه، لان لو اللعيبه دي ما خدتش فرصه في ماتش زي ده، فانت قول لي هياخدوا فرصه في انهي ماتش؟